قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ما هي السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول الزوج على زوجته؟ من السنة أن يأخذ الإنسان بناصيتها، أي ناصية المرأة، ويقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. ولكن لا يقول هذا الكلام بصوت رفيع، لأنه لو قاله بصوت رفيع ربما تنفر المرأة منه، لكن يمسك برأسها كأنه يريد أن يقبلها مثلا ويتكلم بهذا الكلام. هذا ما أعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. كذلك أيضا عندما يريد أن يأتيها لا بد أن يداعبها ويباشرها حتى تصل إلى ما وصل إليه هو من الشهوة. ثالثا عند الجماع يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إذا قال ذلك وقدر الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان أبدا. نعم. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا.